السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعين قناة أمي، إن شاء الله كامل لاباس عليكم، واللي دخلوا جديد نقول لهم مرحبا بكم. ما تنساوش تدخلوا الفيديو تاعي، ديروا لي لايك. أنا تنبر معكم إن شاء الله، يصلكم إن شاء الله كل جديد. اليوم كما راكم تشوفوا راح نحضروا بسبوسة، كما راكم تشوفوا خرجت هايلة، خرجت مشربة ونبنة روعة. نروحهم المقادير. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نروح نحضر أولا شربات، نضع فيه 2 أكواب من الماء وكوب من السكر ونصف حبة ليمون. نديروهم فوق النار لمدة 10 دقائق ونخلوهم جهة يبردوا. اليوم البسبوسة راح نحضروها في الأشوار. نروحو نضع كأس من الحليب، كأس إلا ربع من الزيت، كأس إلا ربع من السكر، والملح ما تنساوش تحسين المذاق. نلحق إن شاء الله. البسبوسة اليوم حضرناها بيضة واحدة. وما تنساوش القشور تاع حبة القارص لتحسين المذاق. نكوها ملعقة من الخل، ملعقة من الفارينة، وملعقة من الماتكوك. الماتكوك يعطينا مذاق جيد، وملعقة من الفانيلا. كوب من الدقيق متوسط. نروحو نخلطوهم. كيس من خميرة الحلوى، نخلطوهم جيدا ونحضروا المول اللي أنا راح نطيبوا فيه البسبوسة. ندهنوه بالزبدة وبالدقيق. المول هو 30 على 24. المول صغير مش كبير. البسبوسة نحضرناها ببيضة واحدة. نفرقوا فيها الخليط تاع البسبوسة، نكونوا من قبل شعلنا الفرن. نفرقوها كامل. نسووها بالملعقة تجينا كيف معدولة، ونديروها في الفرن طيب من تحت كي يحمروا الجوانب. نشعل عليها من فوق ونشربوها بالعسل اللي حضرناه. صفوه من حبيبات القارص ونخلوها. تزيين اختياري، تزيين كوكاو أنا زينتها بالنوات كوكو. ونخلوها ترتاح لمدة 4 سوايع. تبرد معنا مليح نقطعوها. وشهية طيبة. أتمنى تجربوها وتنجح لكم. ما تنسوش تحسنوا أنفسكم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما تنسوناش باللايك.